توم بكميه كويسه ونفرزه مع بعض من السنه للسنه، هيفضل معاكي التوم لونه ابيض وشفاف ومش هيغير لون ولا هيصفر ولا هيخضر. وهنعمل كمان التوم البودر من القشر بتاع التوم، مش هنرميه، هنعمل كميه برده حلوه جدا هتقعد معاكي سنه واكتر كمان من سنه. قشرت بقى التوم كله، خدته كله كده، والقشر ده القشره اللي هي ما بين فصوص التوم، فخدت القشر ده كله هحطه كده في قلب الصواني وهدخله الفرن. الفرن يكون سخن الاول، بعد ما يسخن توطيه خالص على اهدى حاجه، وتحطي بقى القشر ده كده في الفرن وتسيبيه بقى ايه نص ساعه، ساعه الا ربع، ان شاء الله حتى ساعه. لما يتحمص تمسكي القشره كده تتكسر في ايدك. دخلتهم بقى الفرن، وهنا بقى معايا كميه التوم. جبت الكبه بتاعتي، معايا زيت، معايا خل، معايا ملح، هحط كمان سكر. الكيلو التوم هتحطي له 4 معالق من الملح و4 معالق من السكر و8 معالق زيت و8 معالق خل. بتضربيهم بقى كويس جدا، ما تخافيش ما بيبانش فيه طعم الخل خالص ولا بيبان فيه طعم السكر. العلبه من الفريزر او البرطمان بتاعك تاخدي منه المعلقه، تلاقي التوم بيطلع معاكي كده بسهوله وبيفضل لونه ابيض وشفاف زي انك لسه عاملاه. نعمته خالص بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. دي الكميه اللي معايا كلها ما شاء الله اللهم بارك، عمل كميه كبيره. هبدا بقى ان انا اعبيه. دي علب ثلاجه بس مش بستخدمها قوي، فانا هفرز فيها كده وهحطهم في الفريزر. اي بقى علب عندك، اي برطمانات عندك، برطمانات الصلصه اللي احنا بنجيبها ما ترموهاش، اهم حاجه تكون العلب والبرطمانات معاكي تكون نظيفه. البرطمانات الازاز هتتحط في الفريزر ما تخافيش منها نهائي، مش هتطق ولا هتفرقع ولا اي حاجه. هنا كمان جبت شويه توم خلطتهم كده في الكبه مع فلفل احمر وفلفل اخضر، وعملت برطمانين. برطمان كده حطيت عليه يعني مزيج من الثوم والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر وشويه كمون، حطيت فيه ليمون، حطيت عليه عصرت عليه ليمون وحطيت وخليته ده هيبقى معايا لاي تتبيلات بقى. كله كده حطيته في الفريزر. وتعالوا بقى الثوم البودر هنا حطيه عندك في الكبه. لو ما عندكيش كبه حطيه في الخلاط. ان انت هتحطيه كده في الكبه او هتحطيه في الخلاط هيبدا ان هي يتكسر، والكميه دي كلها هتقل جدا ويبقى معاكي كده ايه مطحون، بس هيبقى خشن شويه. هبدا بقى ان انا اخد من الكبه دي وهطحن في المطحنه، وبعد كده هنخله. تجيبي مصفى تكون ضيقه جدا جدا عندك، المصفى اللي هي السلك، وتبداي ان انت تنخليه. هيطلع معاكي التوم باودر ناعم جدا زي ما انت شايفه اهو بالطريقه دي، بدل ما ترمي القشر فبتحمصيه ويطلع معاكي احلى برطمان توم كده. بيفضل عندك سنه وازيد من السنه، وتسيبيه في ضرفه المطبخ عادي، ولا بيسوس ولا بيبوظ ولا بيجرى له اي حاجه. حطوا لايك للفيديو، سيبكم في رعايه